النهارده هنعمل طبق كلنا بنحبه. الوصفة دي وصفة البتنجان المخلل والطماطم المخللة، لازم تكون موجودة عندنا على الأكل، وريحتها وطعمها بيفتح النفس. أي أكل جنبها هيتاكل علشان هي موجودة. هعمله معاكم النهارده بطريقة سهلة قوي وبسيطة، مفيهاش أي صعوبة، وهديكي خيارات تقدري تبدلي زي ما انت عاوزة. أنا عندي هنا البتنجان العروس اللي احنا عارفينه الأسود ده، وممكن تستخدمي كمان الأبيض. بغسله واشيل العين اللي فيه واسلقه. وقت ما بيتسلق على النار هبدأ أحط التتبيلة بتاعتي: طماطم وفلفل وثوم مفروم حوالي معلقة، وكمان عندي ليمون هعصر ليمونتين عليه. وبعد كده هجيب التوابل: عندي كزبرة وكمون وملح، وكمان شوية خل. كل ده في الهاند بلندر هينضرب، بس هضربه يبقى مش ناعم قوي، هخليه يدوبك كده، يعني باين شوية خشن شوية. اما بقى المكون اللي بيدي طعم وريحة يخليه في حتة تانية خالص: شوية نعناع ناشف، لو عندك اخضر هيبقى جميل قوي. هنا البتنجان اتسلق، وعلى فكرة ممكن كمان تحمر البتنجان ما تسلقوهوش، بس انا شايفة هنا هيبقى اخف وهيبقى اجمل وخفيف على المعدة، بما اننا احنا في الحر في اليومين دول. سلقته ما خليتوش يتسلق قوي، عشان طبعا البتنجان لما يتسلق كويس قوي بيبقى مليان ميه، ويبقى العصاره اللي فيه مش حلوه. فانا سلقته يا دوبك يعني يدبل كده ويتسلق معايا، يبقى طري من جوه. على طول بشيله من الميه واصفيه، وبالخلطه بتاعتي دي بقى افتحه كده بالسكينه وابدا احشيه. حاجه كده خرافه، تقدميه ساعه الاكل تاكدي ان كله هيشكر فيه. بعمله واحطه في علبه واحطه في التلاجة. طبعا متقدمهوش ساعه الاكل على طول، يعني بنعمله قبل الاكل بساعتين 3 علشان التتبيله وطعم البتنجان يشرب من التتبيله دي. هنا بقى خلاص بعد ما عملت البتنجان وحشيته كله، زيت زيتون وعلى الوش هبدا ان انا احط عليه كده، بحيث ان يبقى يدي طعم ولمعه، وكمان يعني نكهه حلوه. باقي التتبيله دي هعمل فيها ايه؟ عندي طماطم تكون متحملة، يعني فيها لحم كتير وتكون ناشفة شوية، هنزلها في الخلطة زي ما انتوا شايفين كده، بعد ما اقطعها طرنشات، وهنزلها فيها كده واشبعها بيها واحطها في الطبق تاني. سهلة جدا. وهنا اوعدكم ان الطماطم دي اللي هتتاكل الاول، لان طعمها بيبقى خطير. سهلة جدا وطعمها حلو قوي، وكمان يعني الولاد هيتخانقوا عليها. انا عندي الطماطم دي بتخلص الاول صراحة. هتعملي كل الكمية كده، وهتبدأي برضو شوية زيت زيتون على الوش، وهتديه على الوش كده وحبة زيت زيتون علشان يبقى الطعم والريحة كمان. قد ايه طعمها خطير وريحتها جبارة. جربوها وقولولي رأيكم فيها ايه.